بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بتطوير جودة التعليم، فقد سعت مدرستنا لإحراز دور بارز في جودة التعليم، وركزت على هذا الهدف للوصول إلى تلك الغاية، وبالفعل قامت واستعدت، وكان العمل فيها على قدم وساق، عمل دائب مستمر ليلا نهارا صيفا وشتاء في الإجازة وفي الدراسة، لحصول المدرسة على هذه الغاية وهي الوصول إلى جودة التعليم. فكان كل فرد في هذه المدرسة يعمل أقصى طاقته لوصول المدرسة إلى أعلى الدرجات، وبرئاسة قائد المدرسة الأستاذ السيد القنواتي مدير إدارة المدرسة وجميع العاملين بها، وقد حصلت مدرستنا بحمد الله على شهادة الجودة في التعليم لعام 2015. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد قمنا جماعة الإذاعة المدرسية بعمل تحقيق إذاعي عن هذه المناسبة الجميلة لمشاركة المدرسة في فرحتها بحصولها على الجودة في التعليم لعام 2015، ونرجو من الله تعالى أن ينال هذا التحقيق الإذاعي رضاكم ولتشاركونا فرحتنا في حصول مدرستنا على الجودة. وبالفعل قد توجهنا إلى الأستاذ السيد القنواتي مدير إدارة المدرسة لنعرف منه كيف كان الطريق إلى الجودة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين. يعني بداية الوصول إلى أي هدف أو بداية الوصول إلى الجودة بيبدأ بالإيمان بالفكرة نفسها. أي فكرة عاوزين نوصل إلى نهايتها الطبيعي جدا لازم نكون مؤمنين جدا بالفكرة. احنا كنا يعني إيماننا فكرة الجودة ومعاييرها وتطبيقها هيعود بالنفع على المدرسة وعلى الطلبة وعلى المنتج بتاعنا الطالبات. كان ده سبب في إن احنا دخلنا في الموضوع ده، وبفضل الله سبحانه وتعالى لما حطينا يعني الهدف قدام عينينا وامنا به كله ووصلنا الفكره الى الجميع عندهم بقى مؤمنين بالفكره داخل المدرسه. بدانا ان احنا نحط طريق الوصول اللي هو بدا بدايه من اللي هو التقييم الذاتي اللي تم داخل المدرسه، وشارك فيه جميع المدرسين وشارك فيه جميع العاملين وشارك فيه كل الاداريين وشارك فيه جميع حتى الطالبات اشتركت في التقييم الذاتي اللي احنا من خلاله حددنا الفجوات بتاعتنا اللي احنا مطلوب ان احنا نقضي عليها او ننهيها، او الاخطاء اللي عندنا او الحاجات اللي هي ناقصه عندنا وعايزين نستكملها حددناها وحطينا خطه علاج لها اساسيه. ولما حطينا خطه العلاج بفضل الله سبحانه وتعالى بدانا ان احنا نتابع ونشتغل. بس كل ده كان مبني على وجود الركائز الاساسيه لشيء العمل، وكان تحديد الركيزه الاساسيه اللي المنسق العام اللي هو شخصيه مميزه داخل المدرسه. اميز شخصيه انا اراها من وجهه نظري استاذ هشام السوريا، شخصيه مميزه، شخصيه عندها قدره على ضبط العمل وقدره على اللي هي التنسيق بين الاقسام وبعضها وبين المجالات بعضها. فتم اختيار الشخصيه والتوافق عليها كان بالاجماع ان هو يصبح المنسق العام. وبعدين حددنا 9 اشخاص متميزين كل واحد في المجال بتاعه، سواء الرؤيه والرساله الابله عفاف، او سواء التنميه البشريه الابله هلا الديب، او سواء المعلم الخاص بالابله نفيسه، والمتعلم الخاص بالابله اميره، والاستاذه عايده امد المناخ التربوي كان مجال باعتبار ان الصحافه لها الرؤيه الجيده في الموضوع ده، وكذلك المشاركه المجتمعيه الابله يعني المصريه كشخصيه اجتماعيه والتواصل مع المجتمع. المهم حددنا الشخصيات الركائز الاساسيه اللي احنا بنبني عليها 9 محاور بتوع المساعدات بتاعتنا، ولنا نشتغل. وكل مجموعه ضمت العناصر اللي هي ترغب في العمل داخل المجال ده، وكان برضه مراقبه ومشاركيه كامله. والناس بفضل الله سبحانه وتعالى اشتغلت كتير واشتغلت وانتجت يعني شيء كان الواحد مش متوقعه، الا ان الواحد كان الرؤيه واضحه قدامي ان احنا اذا دخلنا في المجال ده لازم نحقق الجوده من اول مرحله، ما يحصلش لنا ارجاء في اي شيء. وده شيء جديد على التعليم الفني، من اول مدرسه على مستوى الجمهوريه تحقق الجوده من اول دخله، من اول دخول لها، دون ارجاء في اي مجال من المجالات او دون تصحيح في اي مجال من المجالات. بل ان كل ما نخش على الموقف حاليا دلوقتي ما نلاقيش فيه حاجات تعطينا سلبيات معينه، بل ان كلها ايجابيات بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا انعكاس الجوده على سلوك المدرسه. طبعا تاثير الجوده رائع جدا، ادى الى انتاج يعني طلبه فوق 90%، اكثر من 3 طالبات، دي كانت مرحله جديده. فوق ال 75% 45 طالبه، فوق ال 80% 43 طالبه،
فوق ال 75%، 26 طالبة. دي كان نتائجنا السنة اللي فاتت في الدبلوم. ما حصلتش إن بنت قلت عن 75% في الدبلوم السنة اللي فاتت، فالابن كله تخطى تجاوز أول سنة من السنين يخش الجامعة. عندنا العدد اللي هو فوق 60 طالبة يخش الجامعة عند المدرسة، يعني فوق 50% من الطلبة اللي دخلوا الجامعة فيهم معهد صحي اللي هو كله بيسعى ان هو يخش له 17 طالبة في مدرسة واحدة بحجم التراث اللي هو مش 20 طالبة، يعني 3/4 نص المعهد كله من صوت الذكي بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك كلية الهندسة، كلية التربية. ده نتاج منتج الأسئلة احنا بنسعى من خلاله وانعكاسه على الجودة في أداء المعلمين، في أداء الطالبات، في السمعة الجيدة للمدرسة. أنا أول يوم جيت مدرسة صوت الذكي، أول يوم جيت مدرسة صوت الذكي تعبت جدا جدا على ما وصلت له. وأنا جاي من بلد غريبة سألت ما حدش عارف الاسم. حقيقة أنا والله العظيم نفسي ما حد قال لك الاسم في مدرسة صوت الذكي، ما حدش عارف يوصل. حاليا دلوقتي الطالبات بتقول لي يعني الطالبات بتوع المدارس الثانية بيقولوا لي نفسنا نروح صوت الذكي. صوت الذكي السنة اللي فاتت احنا الأول على مستوى الاجتماع، احنا الأول على مستوى المدارس، احنا الأول على مستوى الأجهزة. اسمنا بيتوظف في المديرية بشكل جيد جدا، والمدارس الثانية بشكل راقي جدا. قدرنا ان احنا نحقق شكل كويس. المتابع دلوقتي بيجي مدرسة صوت الذكي يبدأ يضرب النموذج يقول له روح شوف مدرسة مفيش فيها ولا عامل وأنظف مدرسة على مستوى الجمهورية. مدرسة فيها نظافة عالية جدا، طلبة مميزين جدا، مدرسين على مستوى راقي جدا، فانعكاس الدولة عندنا راقي جدا كلها. ماذا بعد الجو؟ يعني ان شاء الله باذن الله احنا لا نتوقف مطلقا، لا نتوقف مطلقا على المستوى المعين. انا طبيعتي كده انني طبيعتي الشخصيه تكوين داخلي، طبيعتي الشخصيه مبنيه على كده انني لا اتوقف بفضل الله سبحانه وتعالى. ولما الاقي نفسي ما عادش لا عندي حاجه بعد الجوده في مدرسه الطب الذكي، اول حاجه اعملها انا مش موجود انني دايما في مستويات ثانيه الجوده هنبدا فيها على مستوى العالم. نحن نخش الجودة على مستوى العالم إن شاء الله بإذن الله، لكن نحن نعمل اسم كبير أوي 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 عن طريق المعهد البريطاني اللي موجود ورعايته للموضوع وكده إن شاء الله بإذن الله. طبيعتي إن أنا دايما أبص لسقف عالي جدا جدا، دي طبيعتي الشخصية. ويوم ما هواقف عند مرحلة أسيبها لحد ثاني يفكر بفكر جديد، يعني حاجة جديدة خالص إن شاء الله. نشكر الأستاذ السيد القرماتي مدير إدارة المدرسة، ونتمنى لمدرسة صوفيا الذكي دوام التفوق والإتقان.